مساء الخير على اصدقائي وحبايبي، اتفضلوا القهوه معايا. اخر يوم هشرب فيه قهوه بقى عشان داخلين على رمضان. هشرب قهوه عربي بالتمر، جربوها هتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. هتكلم النهارده معاكم كده سريعا عن هدافين الدوري. بيتصدر هداف الدوري احنا في الجوله ال 17 عدي الدباغ، لاعب النادي الزمالك 7 اهداف. بيليه في لعيبه 6 اهداف زي ناصر ماهر المنتقل من الزمالك لبيراميدز، تريزيجيه 6 اهداف، صلاح محسن 6 اهداف، صديق جولا لاعب سيراميكا 6 اهداف. ده يخليني افتح معاكم كده كلام عن المهاجمين، سواء المهاجمين الاجانب اللي بيبقوا اللعيبه الانديه بتتعاقد معاهم، ما بيكونوش على قدر او حجم النادي اللي بيلعبوا فيه. زي ما شفنا كاموش كده الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، مش مقنع لجماهير النادي الاهلي، مش مقنع كمان لينا واحنا بنتفرج كلاعيبه كوره. مش ده المهاجم اللي يترجم نص فرصه لهدف. ولازم المهاجم اللي انا بتعاقد معاه الاجنبي يكون فارق عن المهاجم المصري اللي عندي، اللي هو من نص فرصه يجيب هدف ويترجم كل الفرص اللي بشتغل عليها وبخلقها، سواء من اللعيبه الاجنحه او من اللعيبه اللي جايه من تحت، لاي فرصه تيجي للمهاجم ده اكيد لازم يجيب هدف يعني. فبعد وسام ابو علي الاهلي اعتقد لسه ما شافش مهاجم يقدر يعوض غياب وسام ابو علي. جريتشار كان يعني على السطر ويسيب سطر كده، بس برضو مش المهاجم النادي الاهلي. الاهلي داخل على مباراه قويه جدا، الترجي في افريقيا، وعنده مباراه قويه جدا. وكمان السنه دي فايستون مايلي مش بيقدم افضل حاجه من الناحيه التهديفيه لبيراميدز. كمان مابولولو رجع الاتحاد تاني. فانا شايف ان المهاجمين الاجانب اللي موجودين معظمهم مش عاملين طفره مع انديتهم، وما بيصنعوش الفارق يعني. خاصه كمان في منتخب مصر، كمان الكابتن حسام حسن كان مصطفى محمد بيعتمد عليه الفتره الاخيره، ما اعتمدش عليه كتير في افريقيا. مرموش كان بيلعب مهاجم، اسامه فيصل يعني برضو ما لعبش كتير. فواضح ان في ازمه عندنا في المهاجمين كمان في منتخب مصر. وده يرجعني كمان بالذاكره ايام 2006 كان في مهاجمين كتير جدا ايام الكابتن حسن شحاته، ربنا يشفيه يا رب. كان في متعب وعمرو زكي وعبد الحليم علي وزيدان، والكابتن حسام حسن كان بيلعب ساعتها، وميدو احمد حسام ميدو. فكانوا مهاجمين كتير جدا في منتخب مصر. اتمنى يعني الفتره اللي جايه اشوف مهاجمين للفرق الكبيره، خاصه الفرق اللي بتشارك في افريقيا وزي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز، يكون عندهم لعيبه من نص فرصه تجيب جول. اعتقد ان كاموش الاهلي هيعيد النظر فيه، لانه احنا بنتفرج عليه مش مهاجم النادي الاهلي اللي ممكن يصنع الفارق او يجيب جول من نص فرصه زي ما انا بقول. يعني اتمنى التوفيق للانديه كلها في افريقيا، اهلي زمالك بيراميدز والمصري. وده كان كلامي عن المهاجمين وهدافين الدوري حتى الان. اشوفكم في لايف جديد، وسلام.